مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام بخلطة تحفة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش بياخد مننا وقت خالص. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنا انا غسلت الحمام كويس قوي ونضفته، وهنزل ببصلة مفرومة وعليها نص معلقة فلفل اسود، وهتبله بيها. هتبله كويس قوي بالطريقة دي. التتبيلة دي بتدي طعم حلو قوي للحمام. هتبله بالشكل ده، وبعد كده هسيبه لحد ما اخلص الخلطة اللي هعملها. هنا نزلت بمعلقتين زيت ومعلقة سمنة وبصلتين مقطعين مكعبات صغيرة. هنا هشوح البصل، هخليه بس يدبل كده، مش هحمره. هنا هنزل بالملح بس وهقلبه. بعد كده هسيبه يدبل كده دقيقتين 3. بعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه تاني. هنا اهو انا سبته لحد ما بقي بالشكل ده، مش هخليه ياخد لون اكتر من كده. وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص بتاعه الحمام، قطعتها مكعبات صغيره، وهشوحها كويس قوي مع البصل. بس مش هحمرها اكتر من كده علشان ما تبقاش غامقه معايا البصله. وبعد كده هنا معايا ربع كيلو فريك، غسلته ونقعته في الميه، وهشوحه بالطريقه دي. هقلبه كويس قوي. بعد كده هنزل بالتوابل، بابريكا وسبع بهارات. السبع بهارات بتدي طعم حلو قوي في الخلطة، وفلفل اسود. وهقلبهم كويس بالطريقة دي. والفلفل الاسود انا زودته حاجة بسيطة علشان بيدي طعم حلو قوي في الحمام، وبيخلي طعم الخلطة تحفة. بس وبعد كده هسيب الخلطة تستوي معايا لمدة 10 دقايق بالظبط. بس وهي كده هي استوت معايا، هنزلها من على النار وهسيبها لحد ما تبرد خالص. هنا الخلطة بتاعتي جهزت وباردة تماما، علشان اعرف احشي بيها الحمام كويس، علشان وهي سخنة ممكن يتقطع معاكي. بس انا هحشي تحت الجلد كده كويس بالطريقة دي. بس مش هتخليها مليانة على الاخر، علشان الحمام ما يفرقعش معاكي وهو في الشوربة. وهحشيها بالشكل ده كده من جوه. ومن عند الزور كمان تحشيها. مش حابة تحشيها من عند الزور ما تحشيهاش، براحتك يعني. بس انا هحشيها بالشكل ده كده. بصي انا مش مخليها مليانة على الاخر علشان ما تفرقعش معايا في الشوربة زي ما قلتلك، بس هتبقى بالشكل ده. وبعد كده هقفلها بالطريقة دي، بالشكل ده كده، بالشكل ده. وهترجعي الجناح كده من ورا، بالطريقة دي.
بس. وهنا معايا المية بتغلي، لازم تكون بتغلي. حاطة فيها ورق لورا وقرفة، عيدان قرفة وطماطم وفلفل اسود حصى علشان ما يغمقش الشوربة معايا. وبعد كده هنزل بالحمام وهي المية بتغلي بالطريقة دي. انا قفلت الزور بخلة علشان ما يتفكش معايا بس. وهسيبه حوالي لمدة نص ساعة. بصي الشوربة كمان رايقة ومش غامقة خالص بالشكل ده. بس كده استوى معايا، خد حوالي نص ساعة. الحمام لما بيكون صغير ما بياخدش معاكي وقت في السوا. هنا طلعت اهو، وهدعكه بالشكل ده بالليمون. الليمون بيدي طعم حلو قوي للحمام في التحمير اهو. هعمله بالطريقة دي كده اهو بالشكل ده. وبعد كده هروح احمره. هنا انا حطيت سمنة وزيت بس زودتها شوية علشان تتحمر الحمام، يتحمر معايا كويس. وهحطه بالشكل ده وهقلبه الناحية التانية. بصي ما فكش معايا خالص اهو بالطريقة دي. وهقلبه علشان اكمل التحمير بتاعه. بصي شكله تحفة، بصي شكله روعة. وهنا هو جهز معايا، بس شكله تحفة وطعمه كان خطير والخلطة حاجة روعة. جربيه وهيعجبك جدا جدا بالطريقة دي. الخلطة هتعجبك قوي. ومخدش وقت معايا نص ساعة وكان الحمام استوى معايا، والفريك كان استوى جدا، والكبد والقوانص كانت استوت قوي وكانت تحفة. جربيه وهيعجبك قوي. لو عجبك الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع ألف سلامة.